نروح بقى للجانب الايجابي. الانسان لما بيكون سعيد جسمه بيفرز هرمون اسمه سيروتونين، وهرمون تاني اسمه دوبامين. الهرمونات دي بتساعد جدا في عمليات الهضم وحركه الامعاء، بتساعد جدا في تنظيم ضربات القلب وحركه الاوعيه الدمويه. يعني صحتك بتكون احسن بكتير لما بتكون مبسوط، وحالتك النفسيه والمزاجيه بتخليك تنتج اكتر في شغلك او في حياتك وانت مبسوط. ما تيجي اقول لك على شويه خطوات تخليك تزود هرمون الدوبامين والسيروتونين. اول حاجه لازم تتعرض للشمس بكميه كافيه كل يوم. الحاجه الثانيه ان انت لازم تحدد اهدافك، بس تحدد اهدافك عن طريق ان انت تحط اهداف قابله للتحقيق الاول، وبعد كده تبدا تطلع جراديولي لحد الاهداف والطموحات اللي انت نفسك فيها. الحاجه الثالثه والاهم هي قصه الامتنان والشكر. دايما افتكر النعم اللي ربنا انعمها عليك، وبص على نعم ربنا ميزك بيها عن غيرك. هتلاقي نفسك مبسوط وجسمك هيفرز السيروتونين والدوبامين. حاجه تانية مهمه جدا انك لازم تمارس الرياضه بشكل يومي، او على الاقل 3 مرات في الاسبوع. ممارسه الرياضه في حد ذاتها بتزود